السلام عليكم ورحمة الله. وانا قاعد كده يا جدعان، لقيت الموتوسيكل بتاعي شكله حزين وما غيرتلوش زيت من زمان، فقلت نغير له زيت ونشوف بالمرة النوع اللي احنا حاطينه اخر مرة ده اللي هو ريبسول معدني 2050، واحنا حاطينه في المكنة ونسينا احنا ماشيين عليه قد ايه. معلش بقى سامحونا على جودة الصوت. شوف اهو احنا ماشيين عليه 1153 كيلو، لان العداد ده بيصفر بعد ال1000. فهنحل كده وننزل الزيت ونشوف عمل ايه معانا، ودي اول مرة اجربه فيها، وانا بجرب في الموتوسيكل بتاعي عشان اقول لكم كل حاجة نظامها ايه وظروفها ايه. خليكم معانا. بعد كده هنجيب زي ما احنا عارفين، هنجيب حوض اللي هو عبارة عن اي جيركن قديم فاضي وبنقصه، ونجيب يد سيستم ولقمة 17 او مفتاح بلدي او مفتاح مشرشر او اي حاجة 17 يعني عندك، ونسمي الله ونحل الطب بالراحة. بس هنحل بايد واحدة عشان انا ماسك التليفون بالايد التانية. شوف الزيت ينزل عامل ازاي. والله يا جماعة الزيت نازل مش وحش، ولسه لزقت فيه مع التوضيح برضو ان انا ماشي كله جوه المدينة وما بيطلعش بيها على طرق، يعتبر الواحد ماشي عادي برضو. كان ممكن ان انا اقرص عليه اكتر من 1200، بس انا قلت كفايه كده عشان نحافظ على المكنه وعشان نبقى احنا مطمنين برضو. والكيلو نازل كيلو ما شاء الله مفيهوش اي مشكله. فيا جماعه زيت ريبسول كويس ما تقلقوش منه، بس اهم حاجه ان انت لما تيجي تشتري من مكان مضمون وموثوق. ده الزيت المعدني العادي خالص، ما شاء الله عليه، وشغال وبديل كويس جدا للموتور عشان الناس اللي مش لاقيه موتور الايام ديت. الزيت ده هتلاقي الغيار ده عامل 210 الحدود ديت. في برضه منه النص تخليقي يعني ده سيمي سنسيتك، وفي منه التخليقي بالكامل، بس ده سعره غالي شوية، عامل الأيام دي 350 فول سنسيتك. فبالنسبة للناس اللي بتاعت الدليفري، الناس بتاعت الشغل، الناس اللي هي زي حالاتنا كده، ده زيت كويس جدا جدا جدا. سعره يستحمل القرص، ولو نسيته مش هيحصل حاجة للمكنة ان شاء الله. وانا مجربه عندي اهوت ومفيش اي مشكلة. ولو تحبونا نجرب حاجات تانية برضه الشركة يا صاحبي، فاهم، لازم تلاقي عليه الايه، الكاميرا فين، لازم تلاقي عليه البرشامة دي وعلى الطباعة دي، عشان في ربنا يكفيكوا شر المضروب. نفتح كده بسم الله. بدأت؟ الزيت بتاع كله في السنة. اقفل الغطا يا جدعان بتاع المقاس، فاهم، تقوم ماسح الايه القراويز بتاعه كده. بتاع المكنه برضه اللي بيقفل الغطا تقوم ماسحه من التراب كده عشان ما يرشحش معاك زيت. تقفله بالراحه خالص لحد ما يقفل، تديله قرصة كده جامدة تمسح مكان ما اشتغلت.
تنور. الصفر على الباب بتاعك، دوس على سيلكت وبعدين ادجست، تفضل دايس على دوسة طويلة. المكنة دايرة يا جدعان. اقفل.